السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان مبارك. غنعمل معكم اليوم طريقة كيفاش نحمروا اللوز اللي تيكون مفسخ في القلاية الهوائية بلا ما نقليوه في مقلاة عامرة بالزيت. هانتوما كيف ما يبان لكم هنايا محمر واللون ديالو ذهبي، ما محروقش نهائيا. طريقة سهلة بزاف. تناخدو اللوز ديالنا اللي تنكونوا صبين عليه الماء سخون وفسخناه وخليناه حتى ينشف. تنخليوه تندير فوق شي فوطه ولا شي بابي هكا، تنخليوه ينشف. من بعد تنديروه في القلايه الهوائيه هنايا، وزدت عليه معلقه صغيره ديال الزيت نباتيه، ممكن هكا حتى واخا نص معلقه صغيره شويه، ماشي شي حاجه كثيره. وتنحركو هكذا، المهم تيتلبس بشي شويه ديال هذيك الزيت، ولكن ماشي شي حاجه كثيره نهائيا. هنا عندي انا واحد الكميه هنا ديال كيلو تقريبا هنا ديال اللوز. هذا مفسخ، هذا نديرو في القلايه الهوائيه باش يتحمر ليا. فهذا ندير الدرجه على 325 فahrenheit ولا 320، هي تقريبا 160 حتى 165 درجه مئويه. بديت ب20 دقيقه، وما تنساوش في هذيك المده 20 دقيقه كل 5 ولا 6 دقائق تتخرجوا وتتبداو تحركوا هكذا باش ماشي الفوق يتحمر والتحتاني يبقى خضر. ها انتم دابا بقات 2 دقائق على ديك 20 دقيقه. عاوتاني هذا نبقى نقلب بهذه الطريقه اللي تتبان لكم هكذا، فساعه واحد 4 المرات في هذه المده 20 دقيقه تتحركوا بحال هكاك باش ان داك اللوز يتحمر بطريقه متساويه. هنايا زدت له انا واحد 5 دقائق واحد اخرين، تقريبا خدات لي 25 دقيقه، فهي على حسب الكميه ديال اللوز اللي عندكم. ها هو ما شاء الله محمر كله متساوي، ما محروقش، اللون ديالو ذهبي. صافي من بعد تتخرجوه تتحطوه هكذا في شي اناء واحد اخر باش ما ترجعش عليه الحراره ديال القلايه الهوائيه، وتستعملوه لاي طبخ، الوصفات المعسلات المحليات، او لا فوق هذا اللحم او الدجاج في الطواجن المغربيه، وبالصحه والراحه.